لو امام مسافر كوبري قولوا لنا من دلوقتي. الحمد لله بداية مشرقة بالتفاؤل. الفيديو اللي طلع ان كان في تجاوز ساعتها ما بين بعض لاعبي الزمالك وظهر بالتحديد امام عاشور، وانت ظهرت في الصور، بس انت ظاهر في الفيديو بعد كده صدر. انا بصراحه انا ما شفتش امام بيشتم، ده اول حاجه. لكن الفيديو اللي بيتكلموا عنه ده فيديو من وجهة نظر ناس كتيرة في احتفالات شباب عندهم 20 سنة ولا 19 سنة خدوا بطولة فبيحتفلوا، وكمان حاجة بره الملعب في أوضة اللبس بعد ما روحوا. اللعيب ده سيبكوا بقى من الموضوع الاولاني بتاع وليد سليمان والقصه دي خلاص، ده موضوع انتهى. وطبعا وليد اخوه الكبير والموضوع انتهينا، ودي روح رياضيه ما بين الاهلي والزمالك هتفضل موجوده ان شاء الله. مش يمكن الفيديو ده مفبرك، مش يمكن الفيديو ده متركب عليه صوت، مش نتاكد ان الفيديو ده سليم. لو احنا متاكدين مليون في الميه المحقق ما يعملش ما يتخذش اي قرار الا بعد التحقيق وبعد التاكد من الفيديو متركب مش متركب، وبعد التاكد من شكل اللعيبه، لان ولا في نمر ولا في حكم ولا في مراقب ولا في اي حاجه. مين دول؟ باعترافاتهم. امام عاشور يمتلك كل مقومات لاعب الكره. يعني لو احنا بنتكلم على السرعه موجوده، القوه موجوده، القوه الجسمانيه موجوده، المهاره موجوده، الشوط موجود، اللعب بكلتا القدمين موجود، الحماس والاراده والعزيمه والباور والقلب، كل ده موجود في امام عاشور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. دماغك دي المصات. انت يا ابني مش لعيب كوره، انت مشروع كره قدم. انا وجهه نظري في امام مش مجرد لاعب كره قدم يا عبد الشافي، ده مشروع كره قدم لمصر وللزمالك. لازم الكل يحافظ عليه، موهبه لازم يحافظ عليها طبعا. ده ثروه قوميه لازم يتحافظ عليها، ثروه قوميه جايه. انا مصر اسميه مشروع كوره. انت مشروع كبير، مشروع كره قدم. ممكن تشيل على كتافك نادي الزمالك ومنتخب مصر لفترات طويله. يا لئيم انت لئيم، مش كده؟ انما هذا الصعود لهذا النجم اللي انا بعتبره انه اهم لاعب في مصر النهارده، اهم لعيب في مصر، الراجل اللعيب ده طالع منور جوكر، لعب على ساديو ماني ووقفه ولعب باك رايت، بيلعب باليمين وبالشمال شويط، لعيب مش عايز ابالغ واقول لك ان هو يعني هو شبه متكامل، لعيب سوبر. يعني امام عاشور ده لعيب مصر كسبته، مصر كسبته. يعني مصر لو فيها مثلا محمد صلاح، فيها تريزيجيه، فيها امام عاشور. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. قال لي ان هو طول عمره زملكاوي، كان بيروح ماتشات الزمالك مع الجمهور زمان وهو صغير. انا باخده معايا وهو عنده 6 سنين. والله معايا على طول في الاستاد، باخده معايا الاستاد على طول وبتفرج على ماتشات الزمالك كلها، ما بسيبش ولا ماتش. عشان كده هو طالع بقى واحد من جمهور الزمالك وزملكاوي جدا. اول حاجه هو من اساسي جمهور الزمالك. شرفتها يا كروديا. لكن هو يعني صعبان عليه يمشي بالزمالك امام عاشور، ودموعه لدرجه الجمهور خرج على السوشيال ميديا وقال له دموعك غاليه عليه. تاثروا بيه جدا. كفايه، انا دمعتي قريبه وقلبي رهيب. ميت لانج ده مش نادي صغير، ده نادي ممكن يكون محطه لامام عاشور انه يروح الانديه كبيره زي ما عمل محمد صلاح. دي خطه يا بلد بقر. ده نادي ممكن يكون محطه. ذكي انت ذكي وزواق. احنا بنتكلم على لاعب زملكاوي منذ الصغر، من عائله زملكاويه جامده جدا، ولاعب ارتبط بعائله زملكاويه، وده اللي خلاني النهارده بعد ما سمعت الخبر تواصلت مع حما امام عاشور. مين اللي رد عليا؟ السيده الفاضله زوجته. مساء الخير، ازي حضرتك، عامله ايه؟ اوعى يا خالد، يا كابتن خالد، تكون بتتكلم عشان موضوع امام عاشور انه مضى للاهلي. فقلت لها قالت لي والله العظيم هذا الكلام غير حقيقي بالمره. قلت يا كابتن خالد ده امام زملكاوي جدا، بالاماره كمان النهارده على الانستجرام حط ان هو على الانستجرام عنده حط ان هو لعيب زمالك وعمل قلب ابيض. اشرب يا حمار. هنا لما بتكلم عن امام عاشور بتكلم عن لاعب بدرجه مشجع، ويمكن دي اكتر حاجه جمهور الزمالك حاسسها وشعر بيها، وما اعتقدش انها جت من فراغ. امام عاشور مشجع زملكاوي قبل ما ينضم لنادي الزمالك،
عايزه اعرف منك انضمامك جه ازاي؟ اشمعنى اخترت نادي الزمالك؟ يا ضنايا. لا والله بص انا اقول لك حاجه، انا ما فيش حد في عيلتنا يعني احنا عيلتنا كلها زملكاويه. كلها زملكاويه. هو جدي اهلاوي وعمي. ما فيش الا الاثنين دول بس. لا هم دلوقتي زملكاويه معايا. خلاص يعني. بقى زملكاويه. انا من صغري وانا كان نفسي العب في نادي الزمالك. ايه ده؟ انا من صغري وانا كان نفسي العب في نادي الزمالك. حد يوديني الانعاش يا جدعان. حتى انا يعني انا من زمان وانا في المدرجات من زمان قوي. صح انا كده، انا مش كده يا فاطمه. امام عاشور اقسم برب الكعبه ما هيروح النادي الاهلي وهيديله مليون جنيه. انت بتكتب ازاي يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب. والله العظيم والله العظيم امام عاشور لو هيديله مليون جنيه في اليوم مش رايح النادي الاهلي. ما في برضو نماية بتقول ان امام عاشور راجع تاني الاهلي. يبقى عبيط. يبقى عبيط لو راح الاهلي؟ طبعا. يا صاحبي الشارع اللي علمنا كده، اخطف واجري. اقسم لك بقى بالله بكل القصه دي اللي بيعمله امام عاشور ده اكبر عك كروي شفته في حياتي. لعيب موهوب موهبه غير طبيعيه، موهوب بس هنا يا ابني حرام عليك، اقسم بالله حرام عليك يا جدع. ده انا لو املك النصيحه يعني حرام عليك نفسك. كان بيحلم يبقى حاجة، كان أمل أمه